7 أسهم قوية ماليًا في عام 2026 وكل سنة وأنتم طيبين الأول، ودي مش دعوة للشراء، لكن أنا بالفت انتباهك لأسهم قوية ماليًا وهاشرح لك يعني إيه قوي ماليًا في الفيديو ده، وهافهمك أنا إيه باختار على أساس إيه. قبل ما أبدأ عايز أفكرك إن إحنا عندنا برامج تعليمية، سواء أنت جاي من تحت الصفر في البورصة ما تعرفش حاجة وخايف تبدأ، أو بقالك 20 سنة بس نتايجك مش تمام، في جميع الأحوال هتلاقي رقم واتساب في الصفحة الرئيسية في القناة. عندنا برامج تعليمية عملية مش مجرد فيديوهات بتتفرج عليها وتمشي، ده بنبقى معاك خطوة بخطوة يوم بيوم لشهور. انا محمد فاروق بقالي 21 سنه في البورصه، بدات سنه 2005. ربنا يدينا ويديكم طول العمر. النهارده كده يبقى بقالي 21 سنه، النهارده سنه 2026. سريعا جدا كده قبل ما اقول لك على الليسته، يعني ايه سهم قوي ماليا؟ سهم قوي ماليا طبعا هي درجات. رقم واحد انه يكون سهم بيعمل ارباح، مش الشركات اللي بتعمل خسائر اللي اغلبيه الناس بتروح تشتري فيها وتخسر ويعتمد على الاخبار والاشاعات وداخل يلعب، هو مش داخل يستثمر. يعني طبعا هي مش دي تخلي حاجه شركه قويه ماليا، لكن مجرد ان الشركه بتعمل ارباح هي بقت في ليفل تاني خالص. طيب بتعمل ارباح وبس؟ لا، عندها مثلا المارجنز بتاعتها اللي هو هامش الربحيه حاجه معقوله، لان لو هامش الربحيه صغير جدا مجرد ما تغلى اي حاجه من مدخلات الانتاج الشركه دي هتبدا تعمل خسائر وفجاه شركه تخسر. والراجل اللي كان عامل تحليل مالي فاهم ان الشركه دي ممكن تخسر بسبب التغير البسيط اللي حصل، وانت بالنسبه لك مفاجاه تلاقي فجاه خبر الصبح الشركه الفلانيه تتحول الى الخسائر، انت مش فاهم ايه اللي حصل. الراجل ده كان قاريها من بدري. وعلى فكره بس قبل ما اكمل، حاطط لك الليسته في الجروب التعليمي اللي موجود في الصفحه الرئيسيه في القناه، واي لسته مهمه بعد كده هحطها لك في الجروب ده علشان يبقى عندك مرجع مكتوب في تكست كده كايه ريفرنس سريع ليك. وفي لسته 7 اسهم توزع ارباح مرتفعه، وفي لسته العوامل اللي بتاثر على سعر الذهب، وفي شويه حاجات مفيده موجوده في الجروب التعليمي اللي في الصفحه الرئيسيه ده. رقم 3، انا ما بهتمش بالشركات الصغيره اللي حجمها صغير، هي مش وحشه، لكن الشركه الضخمه تقدر انها تواجه المشاكل والتحديات، وتقدر انها تواجه اي متغيرات ممكن تحصل فجاه تخلي الشركه الصغيره اصلا ممكن تفلس لا قدر الله لو تعرضت لها. طبعا ده بيتقاس بالقيمه السوقيه، الماركت كابيتاليزيشن. النقطه اللي بعد كده، وده مش على سبيل الحصر بس على قد ما الفيديو ده يستحمل، ما بحبش اعمل فيديو اكتر من 3 دقائق، ان مش مجرد الشركه بتعمل ارباح، ان الشركه بتعمل ارباح، والارباح دي على الاقل بلاش نقول متزايده، مش لازم يكون سهم نمو، بس على الاقل ارباح مستقره. على الاقل الارباح دي بقالها مثلا عندك تاريخ، عندك هيستوري كبير من الارباح اللي ايه في رينج معين او بتزيد، تكون شركه نمو مثلا. رقم 5، وده اهم عامل، ان تكون الشركه دي مقيمه بفاليو كويس، تكون مقيمه بسعر معقول. لان ممكن النهارده شركه هي جامده جدا وهي النهارده ب 40، سعرها 40، لكن هي في الحقيقه تساوي 20 وهي شركه جامده وبتعمل ارباح. ودي حاجه من الحاجات اللي بتلخبط المبتدئين جدا، يشتري شركه قويه وبتربح ويلاقي نتائج اعمال جميله، وكل ربع يلاقي الشركه ويلاقي الشركه سهمها بينزل، لان انت اصلا اشتريت في توقيت غلط. يا جماعه التوقيت مهم جدا، وانا هنا مش برمز للتحليل الفني، انا برمز للتوقيت، يعني القيمه الحقيقيه بتاعت الشركه وانت بتشتري لحظه الشراء، السعر اللي انت اشتريت بيه بالمقارنه بالقيمه الحقيقيه او بالفاليو بتاع الشركه. وعلى فكره انت لا لازم تعرف تحسب الفير فاليو بتاع الشركه، في ناس بقى بتقعد تخش في طبعا انا يعني حاجه كويسه جدا ان انت تحاول تعمل كده، ان هو بيخش في التراك ان يبدا يحاول يتعلم يحسب، ويخش في الطرق المعقده جدا جدا جدا، لكن في النهايه عمرك ما هتعرف تحسب زي المؤسسه اللي عندها الداتا. انت القصه كلها مش في الداتا، الفورمولا لازم تقول حتى لو صعبه هتتعلمها، القصه الداتا انها تكون متوفره. فانت القيم العادله، انت مجرد ان انت تعرف تلاقي القيم العادله بطريقه تلاقيها، مش ان انت تحسبها بطريقه صح من سورسز مظبوطه، ده هيساعدك كتير جدا جدا جدا. في النهايه لو انت عايز تتعلم بورصه بطريقه مظبوطه، سواء انت جاي من تحت الصفر او عندك خبره، هتلاقي رقم واتساب ابعت لي قول لي عايز اتعلم.